ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بينا في الجو البرد ده بقى نعمل محشي مختلف شوية، محشي السلق. عارفين طبعا ان السلق بيتعمل مع القلقاس، وكمان عارفة ان في ناس كتير بتحشيه، فقلت اجربه. وكانت اول مرة بصراحة ليا ان اجرب فيها ورق السلق كمحشي، وعجبني جدا، طعمه لذيذ جدا، والورقة بتبقى كده زبدة وبتدوب في البق. قلت اعمله معاكم، اللي ما جربوش يجربه وياخد فكرة. قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وفي صفحة الفيسبوك، ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة نبدأ بسم الله. أنا عندي اللحمة بتاعتي أنا مفرزاها، هحطها في حلة كده على نار متوسطة، وبعد كده هنزل عليها بكوباية من المية وهغطي عليها واسيبها بقى لحد ما تفك كده وتنزل ميتها. عندي هنا السلق. أنا بصراحة أول ما شفته فأنا جبته، هو ليه فترة معينة كده بيظهر فيها وبعد كده بيختفي. هاقطّع بقى الجذوع بتاعته، أو اللي هي العيدان بتاعته يعني، وهاشوف بقى الورق كده لو في حاجة أو في ورقة مش كويسة ممكن أشيلها. طبعًا في الوقت ده أنا حاطة مَيّة على النار بتغلي، ما فيهاش أي حاجة ولا ملح ولا أي حاجة يعني. السلق على فكرة جميل جدًا. أنا بصراحة والله زي ما قُلت لكم كنت مفكّرة إن هو يعني طعمه مش حلو في المحشي، بس يعني جميل جدًا. بعد كده هاخد بقى الورق، وكانت المَيّة غليت، هابدأ أنزّل فيها السلق. السلق مش بياخد أكتر يعني من دقيقة، دقيقة بس على النار مش أكتر عشان ما يتهريش. بعد كده هاشيله وهاحطه بقى في مَيّة باردة تحت الحنفية. هاحط بس مرة كمان، وأبدأ أحطه بقى تحت الحنفية عشان يوقّف السِوَى بتاعه ما يتهريش. نشوف بقى أخبار اللحمة بتاعتنا إيه. كانت فكت وغليت، معلش البخار كان كتير شوية. وهنزل بعد كده بقى بالبوكيه جارنيه اللي هو عبارة عن جزر وبصل وطماطم، وبعد كده هنزل بمية مغلية، مية مغلية عشان ما توقفش سوى اللحمة، لازم تبقى مغلية أو سخنة. بعد كده هنزل برشة من الفلفل الأسود ورشة جوز الطيب ورشة هيل مطحون ورشة كبابة صيني، وآخر حاجة هنزل بيها معلقة صغيرة من السكر عشان تسرع سواها، وهغطي عليها واسيبها تستوي. هنجهز بقى للمحشي، لخلطة المحشي. عندي في حلة على النار هنزل بسمنة وزيت، وبعد كده هنزل بقى ببصلتين كبار مفرومين، بس فرم خشن مش ناعم. هشوح البصلة، مش هديها لون. وهنا بعد ما اتشوحت كده هنزل بقى بمعلقة كبيرة من التوم المفروم، وهشوح التوم. وبعد ما تطلع ريحته كده هنزل بقى بمعلقة كبيرة من الكزبرة. باحب كده أشوّحها مع البصل والثوم، بتدّي طعم جميل جدًا. وهانزل بعد كده بعصير الطماطم، نقلّب، معلقة صغيرة من السكر عشان حموضة الطماطم، وكمون، ملح، وهنسيبها بقى عشان تتسبِّك. نشوف بقى الطماطم خلاص اتسبِّكت وبقت جاهزة. بعد كده بقى هانزل بالرز. الرز أنا غسلاه كويس جدًا ومصفّياه، لسه غسلاه ومصفّياه، ما بيتغسلش قبلها بفترة. وهاقلّب بقى الرز مع الطماطم كده على نار عالية، وبعد كده هانزل بقى بمعلقتين كبار من الزيت. بيخلّي الزيت بيخلّي الرز بتاع المحشي مفلفل. وبعد كده هانزل بقى بالخضرة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة، وهاقلّب بقى الرز مع الخضرة، وهاطفي النار، وهاسيب الخلطة دي تبرد، وبعد كده هاخدها عشان أحشي السلق. الخلطة بتاعة المحشي أو الرز كانت بردت، هاجيبها بقى على جنب وهابدأ أحشي. كان صعب شوية، كانت الورقة ناعمة وكمان الجوانتي ناعم فكان بيزحلق مني. هاقفله زي ورق العنب بالضبط، هاقفله من الناحيتين وأبدأ ألِف بالشكل ده بالضبط. طبعًا باحط كمية رز مناسبة، مش كمية كبيرة ولا كمية قليلة جدًا، لإن عارفين إن الرز حجمه بيتضاعف مع التسوية، فممكن يخرج برّه أو يبقى شكله مش لطيف. هاخلّص أنا باقي بقى الكمية، وبعد كده نشوف
هنعمل إيه؟ آخر بقى حاجة هي تسوية المحشي. هاحط 3 كبشات من الشوربة، وهاحرّك بعد كده الحلة بالشكل ده عشان الشوربة توصل للمحشي كُلّه، وهاسيبها بقى على نار عالية تغلي مدة 10 دقايق، وبعد كده هاوطّي النار تمامًا لحد ما المحشي يكمّل سِواه. هنغرف بقى محشي ورق السلق لسه نازل من على النار حالًا، يعني البخار كان مغطّي كل حاجة. هو بصراحة طعمه لذيذ جدًا، جدًا. يعني فعلًا ما نحكمش على أي حاجة غير لمّا نجرّبها، يعني أنا كنت باقول استحالة إن أنا آكله أو أجرّبه، بصراحة لمّا جرّبته حبيته جدًا، الورق ما شاء الله زبدة، والرز مستوي ومفلفل، جميل جدًا بصراحة والله، جرّبوه على ضمانتي إن شاء الله هيعجبكم. أنا سوزان محمد، ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعّلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم، وكمان صفحة الفيسبوك، ولايك وشير، والسلام عليكم.